السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. طبعا كلنا حاسين بقى بالشتاء اللي هب علينا مرة واحدة. تحسوا ان الشتاء كده كان نايم نايم وقام مرة واحدة. جو صعب جدا جدا ومحتاج حاجة تدفينا. فطبعا ما فيش اجمل من العدس، من الاكلات الحلوة بقى طبعا اللي بتدفي وبتدينا كده طاقة كده حلوة جدا. فاحنا النهاردة عند ماما قررنا ان احنا نعمل على الغدا عدس، وحبيت ان انا اصوره معاكم. الطبق اللي انا بحط فيه ده او البولة اللي انا بحط فيها ده شوربة بالطشة السوري، والبولة التانية ده بالبقدونس والليمون. طريقة البقدونس والليمون دي احنا متعودين عليها، بنحبها جدا، وكانت بابايا الله يرحمه كان بيحب الطريقة دي. فاحنا بصراحة كل اللي في البيت بيحبوا الطريقة دي جدا وبنعشقها. جربوها هتعجبكم جدا جدا. هي طريقة نفس الطريقة عادي جدا، بتعملي كل التفاصيل، بس في النهاية بتخرطي بقدونس وبتحطي ليمون. بيدي بقى طعم هايل للعدس يا جماعة. فعملنا جنبه بقى كمان كده، ملقناش بصل اخضر، خرطنا بصلتين حطينا عليهم شوية خل كده، كان طعمه في منتهى الجمال وبجد أكلة حلوة جدا. يلا بينا نشوف مع بعض العدس كده وخطوة خطوة. طبعا العدس بتاعنا اول حاجة بنجيبه بنشوفه ونعيد عليه لو في اي حاجة، طبعا بنقيه ونغسله غسلتين 3 4 5 زي ما تحبي. لازم يتغسل كويس جدا يا جماعة. بعد ما بنغسله بقى كده بنغطيه بالمية، و انا معايا كمية كيلو الا ربع، تمام. فعلشان كده هحط لها جزرتين وهحط لها طماطمتين وبصلتين وحوالي راس توم صغيرة، تمام كده. ده كده البوكيه جرنيه بتاعها، يعني كيلو الا ربع من العدس حطينا له الكمية دي. لو انت طبعا هتعملي اقل فتقللي بقى من الخضار بتاعك، تمام. عايزه تضيفي بطاطس ضيفي، لكن احنا مش هنضيف بطاطس لان العدس هو كده كده بيتقل، تمام. هنسيبه بقى على النار ياخد ويدي ويستوي لحد ما تلاقي العدس بتاعك هو والخضار اتهري خالص. كده زي ما انتوا شايفين. بصوا العدس بتاعنا اتهري خالص هو والخضار. هنسيبه بس يهدى شويه، ولو عندك هاند بلندر ممكن تضربيه بالهاند بلندر، بس يا ريت تصفيه لان في ناس ما بترضاش تصفيه وده مش بيبقى حلو بصراحه. لو في الخلاط برضو هنصفيه يا جماعه، تمام. طبعا انا ما رضيتش اشغلكم بخطوه ضربه في الخلاط والتصفيه والكلام ده كله. فالخطوه دي طبعا احنا عملناها وخدناه، طبعا عملنا فيه الخطوه اللي انا قلت لكم عليها. هنا بقى جبنا بصلتين حلوين كده خرطناهم على ايدينا، وحطينا معلقتين كبار من الزبده. وطبعا لازم يكون كده زبده حلوه علشان ايه تديكي طعم حلو للعدس بتاعك. كده بقى دي التقليه الحلوه بتاعتنا البصلتين، وهننزل على الطشه كده على العدس. طبعا نوعين العدس اللي انا عاملاهم، بعملهم كلهم في نفس الحله كده بالطشه اللي هي بالبصل، وبعد كده باخد بقى الكميه اللي انا هعملها بالبقدونس في حله، والكميه التانية اللي انا هعملها بطشه سوري في حله تانية. كده نزلنا بقى بال بالبصل بتاعنا. وايه بقى التوابل اللي انا هضيفها هتشوفوها معايا. للعدس اللي هو بالليمون مش هنضيف له اي توابل خالص، ولا كمون ولا اي حاجه يا جماعه، هنضيف له بس ليمون وبقدونس، تمام. هنا بصوا للعدس ده خدنا بقى نصه او اقل من نصه، يعني علشان احنا عندنا بنحب اكتر العدس اللي هو بالليمون والبقدونس. فخدنا كده ايه يعني ربع الكميه. هنعملها بالطشه السوري. خرطنا بقى حزمه من البقدونس وهنخليها تاخد كده غلوة مع العدس، وهنعصر لنا قد 3 ليمونات كده، تمام. هتقولي هيبقى مزز؟ لا خالص والله ما بيبقاش مزز خالص، ده بيبقى تحفة. جربيه جربيه بس كده وقولي رأيك. جربي كده في ربع كيلو اقل من ربع كيلو، ايه اللي يريحك. هنعصر بقى الليمون كده. ايه التوابل اللي هنحطها ولا اي حاجة، هو ليمون وبقدونس والملح بتاعنا، نظبط الملح بس كده مع التقلية اللي احنا عملناها بالبصل. واشربي بقى شوية شوربة وادعيلي ادعيلي كده بعدها، تمام. كده بقى هنسيبه ياخد غلوة كده مع الليمون ومع البقدونس، ونبتدي ان احنا بقى ايه نعمل العدس اللي هو بالطشة السوري، علشان عندي ابني بيحبه بالطريقة اللي هي اللي هتشوفوها دلوقتي دي. هنقلب بقى كده ونسيبه ياخد غلوة او غلوتين كده ونطفي عليه، تمام. كده شايفين تقله حلو جدا، مش هنتقل عن كده. هنا بقى هنجيب معلقة من الزبدة،
تمام. وهننزل عليها بمعلقتين من البابريكا. ده الفلفل الحلو يا جماعة، علشان الناس بس اللي ايه بتخاف من الشطة، ده مش شطة حامية، ده فلفل حلو ما بيبقاش فيه اي شطة. هننزل كده بمعلقتين من البابريكا، وهنبتدي ان احنا كده ايه نخليهم يتشوحوا في الزبدة، وهننزل عليهم بنص معلقة كده من الكمون. تمام. ده كده التوابل اللي هنضيفها للعدس السوري. هنخليهم كده يتحوجوا على النار. يعني ايه يتحوجوا كده؟ يعني يغمقوا شوية، يعني كده تطلع ريحتهم كده ويغمقوا شوية. تمام. بعد بقى ما ياخدوا اللون ده كده، ننزل عليهم عليه بيهم على العدس. وهي دي الطشة السوري، عبارة عن بابريكا في معلقة زبدة، ومعاها كمان شوية من الكمون، وبس كده. هي دي الطشة السوري. لو انت حابة ان انت تخليه مشطشط، فممكن تضيفي مع البابريكا والكمون شوية من الشطة، بس احنا بصراحة يعني مش حابينه يكون حامي، علشان لو في حد كل منه مثلا طفل صغير او حاجة ما يتعبوش. وكمان يعني مش بنحب العدس يكون حامي قوي، علشان ما يتعبش المعدة. يعني الحاجات الحامية في العدس والكلام اللي هو البقوليات دي بتتعب المعدة. وهنسيبه بقى على النار، نظبط له الملح بتاعه، ونسيبه بقى على النار يستوي كده ويبقى زي الفل. تمام. بعد بقى ما استوى معانا، حطينا بقى كده البولات اللي قدامكم دي، اللي بيحب اللي هو بالطشة السوري، واللي بيحب بالبقدونس والليمون. وحطينا بولة كبيرة بقى علشان ما نقومش يعني نغرف تاني. اللي يعوز ياخد بالمغرفة كده يملى البولة بتاعته. حمرنا بقى رغيفين كده في الزيت، وعملنا البصل، حطينا عليه شوية من الخل، بيدي طعم حلو قوي. ولو في بقى بصل اخضر كله معاه، بيبقى طعمه في منتهى الجمال. بجد العدس ده من الحاجات الرايقه قوي بالنسبه لي، انا بحبه. في ناس تقولك عدس، لا مش عايزه عدس، لا انا بجد العدس بالنسبه لي من الحاجات الرايقه اللي بحبها جدا. بحس كده ان هي بجد يعني بتوحشني، لان مش بنعمله باستمرار. وكمان لما بيجي علينا الصيف يعني مش بنفكر ان احنا نعمله ابدا. فهو ده اوانه، وده الايام الحلوه بتاعته. وحاجة مغذية على فكرة، هو مغذي جدا. وانتي كمان تقدري تضيفي فيه وانتي بتسلقيه خضار زي الكوسة وزي البطاطس، لو عندك اطفال صغيرة وعايزة تفيديهم بالاكل ده. يا رب كده الفيديو ان شاء الله يعجبكم، وتعملوا بقى العدس كده وتتدفوا في البرد ده. شايفين مطلع دخان ازاي؟ بجد تحفه يا جماعه. اعملوا بقى يلا عدس، اجروا كده بسرعه اعملوا عدس، دفوا البيت ودفوا ولادكم. ورغيفين كده قمريهم في الفرن او نشفيهم في الفرن، احنا بنقول عندنا قمريهم على فكره. نشفيهم في الفرن، واعملي بقى كده فتة عدس وكلوا واتهنوا يا جماعة. يا رب كده كل بني آدم فينا كده إن شاء الله يبقى مبسوط باللقمة اللي بياكلها، وتنزل له كده بالهناء والشفاء إن شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.